مهارة إدارة الوقت من الحاجات المهمة جدا اللي بتميز أي شخص عامة اللي هو بيعرف يدير وقته. فما بالك لما تكون مسؤول عن مشروع، سواء اللي هو بيتحضر له سكريبتات أو بيتصور أو بيتمنتج أو بيتراجع لحد مرحلة التسليم. فأنت لازم تكون عارف كل حاجة بمواعيدها الدقيقة، عشان الكلاينت دايما باني كل الكامبين بتاعته على الوقت بتاعك. فما ينفعش اللي انت تقول له المشروع ده هيخلص في 3 أيام وهو يكون المشروع محتاج مثلا 6 أيام. فخليك صريح في المواعيد، وحتى من عندي حاول ان انت تحط وقت ازيد من الوقت اللي المفروض المشروع بيتنفذ فيه. والله خلصت المشروع بدري وسلمته، برافو عليك، دي حاجة ممتازة. طب انت حصل معاك اي دروب في النص، اتأخرت، فانت هتتأخر في النطاق اللي انت حطه من البداية، فهنا مش هيكون قدامك اي مشكلة في حتة الديدلاين النهائي بتاع المشروع.